يحدث كل يوم. بابا يا بابا يا بابا يا بابا. اولالا 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 اللي يوسع. المباراة الثانية وراوا عدل النتيجة بعد 2-2. الأمور كانت مفتوحة لكلا الفريقين، لكن أعتقد أن التغييرات اللي عملها مدرب الأهلي كولر هي اللي ميلت الكفة لمصلحته. فرحة مستحقة لكل الأهلاويين، مبروك لنا جميعا. كابتن أحمد، انتصار الأهلي في هذه المباراة، فرحة المدرب، فرحة اللاعبين، فرحة الجماهير التي ملأت مدرجات ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل. ألف مبروك للأهلي بكل تأكيد، وألف مبروك على رقم قياسي جيد جدا وكبير. طبعا اللقطات دي تدفعني يعني سريعا للحديث عن مارسيل كولر. الراجل من ساعة ما جه الأهلي نجح في ان هو يحقق ثلاثية في الموسم الماضي، والموسم الحالي تعرض لانتقادات تخلي اللقطة دي لقطة مهمة جدا 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 ليه أمام الجمهور ومع الجمهور، لأن في النهاية الرجل ظهر بشكل جيد جدا في كأس العالم للأندية، المحفل الذي يحبه الأهلي وجمهوره، والفوز كمان ب